تخيل إن أكلة بسيطة زي البطاطس تقدر تغير صحتك وحياتك كلها. في القرن ال17 في فرنسا كان في طبيب اسمه أنتوني، كان مهتم بحاجة غريبة جدا بالنسبة لوقته، وهي إن الناس كانت شايفة إن البطاطس أكل للفقراء وكمان مضر، وكتير منهم كانوا بيقولوا إنها شبه سم. لكن أنتوني لاحظ حاجة بسيطة، لما الناس اتعودت تاكل البطاطس باعتدال صحتهم اتحسنت وطاقتهم زادت وسوء التغذية قل بشكل واضح. مش بس كده، الراجل بدأ يكتب كتب ويعمل محاضرات يعلم الناس فيها أهمية إدخال أكل معين في نظامهم عشان يقوي الجسم ويزود المناعة. وكان شايف إن الأكل مش مجرد حاجة تشبع، لكنه وسيلة لصحة أفضل وطاقة مستمرة للجسم، وده قبل ما حد يسمع أصلاً عن التغذية السليمة. مع الوقت الناس اتفاجئت وابتدت البطاطس تنتشر تدريجياً في فرنسا، واللي أكلها بشكل صح اتحسنت صحته بوضوح. الفكرة اللي زرعها أنتوني لحد النهاردة، لما تختار أكلك صح مش بس بتشبع، لكن بتحمي جسمك كمان وبيديك طاقة وقوة وصحة. خلي أكلك جزء من حياتك مش مجرد وجبة. أنتوني علمنا درس مهم. وانت بقى آخر مرة حسيت فرق في جسمك لما أكلت حاجة صح ومناسبة ليك؟ اكتب لي في الكومنتس ايه أكتر أكلة بتخليك تحس بالنشاط.